مالكوا يا ولاد واقفين كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ انت جيت يا خالتي؟ جيت يا خالتي. فيه ايه يا ولاد؟ فيه ايه يا فتحي؟ ما تتكلموا، فيه ايه؟ مصيبة وحلت علينا يا ست نعمة. خليل جراله حاجة؟ لا يا خالتي، خليل جه من يومين ونزل الشغل في الغيط الحمد ورجله فوق لله. رقبته. الحمد لله يا رب. طب فيه ايه؟ اتكلموا. البرقوق يا ست نعمة. ماله البرقوق؟ ضرب كله. يعني ايه؟ تعالوا وروني. بعد ما جمعناه في الإقفاص استنينا ان اللوري يوصل في ميعاده وما وصلش. تاني يوم ما وصلش، التالت برضه ما جاش. جمعة بحالها واحنا على ده الحال لحد ما ضرب، مش كده؟ يا حول الله يا رب. استنينا تيجي من مصر عشان نتصرف، ما جيتيش. طب ما هي مصر بعيدة عليك، ما جيتليش هناك ليه؟ ما انت كنت بتيجي على الهايفة. طب بلاش تيجي، ما عملتليش تليفون ليه؟ ما هو مش من عادتك تتأخري مع البيه في مصر كل المدة دي، وكل ما تتأخري يوم نقول ضروري هتيجي النهارده، ما بقيتيش تيجي. ده كلام ده والنبي بقى، ده كلام ناس بتفهم. الله يسامحك. الله يسامحكوا انتوا، انت يا سي خليل وانت يا سي طنطاوي ويا سي رفاعي. جايباكوا هنا ليه؟ كمالة عدد؟ ما شلتوهاش على كتافتكم ووديتوها سوق الجملة ليه؟ انا قلت لهم كده يا خالتي، قلت تعالوا نتصرف اي تصريف. خليل قال لي بلاش عبط. هنشيل حمولة عربية لوري. تشيل ما تشيلش ليه؟ هو عيب صحيح اللي اختشوا ماتوا. انتوا بتتكلموا كده وايديكوا في المية الساقعة كده ليه؟ الحق مش عليكم انتوا، الحق عليا انا، الحق عليا انا. سبت المزرعة لسي فتحي وشوية عيال، والغلبان في الموضوع الراجل الطيب اللي معتمد عليا كده اهو. تحطوني في المزنق ده اهو. والعربية ما جاتش ليه؟ ما رحتوش تستعجلوها ليه؟ ولا على رجلكوا نقش الحنة؟ لا دي بقى عملناها يا ست نعمة. كل يوم على الله نروح لمكتب النقل نقول لهم فين العربية اللوري، يقولوا لنا جاية في رجليكم ولا تجيش. ويقصدوا ايه بكده؟ يا اما انشغال يا اما والله اعلم الراجل المعلم بتاع شبرا وزهم علشان ما ادنالوش البرقوق بالسعر اللي هو عايزه. يعني بيعاني